السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد على قناة لو فرونسي افيك أنس. في درس اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع مهم، وهو الفرق بين أكسون aigu و أكسون grave في اللغة الفرنسية عندما توضعان على الحرف E. وإن شاء الله بعد هذا الفيديو لن يبقى عندك أي مشكل في التفريق بينهما. لا تنسوا القيام بإنجاز التمارين في آخر الفيديو، فهي مهمة جدا لترسيخ المفاهيم. لنبدأ على بركة الله. للتفريق بين أكسون aigu و أكسون grave في اللغة الفرنسية سوف نستعمل كلمة élève أي تلميذ. هذه الكلمة ستعطينا توضيحا مهما لمتى نستعمل الحركتين. أولا لنقم بنزع les deux accents أي الحركتين من الكلمة، ونرى تأثير هذا الأمر عليها. عندما ننزع الحركتين أي les deux accents تتحول الكلمة من élève إلى élève وهو الشيء الذي لا نريده. من هنا نستنتج أن دور les accents في الكلمة هو تغيير طريقة نطق هذه الكلمة. الآن لنتعرف على الفرق بين accent aigu و accent grave. الحركة التي على الحرف E الأول هي accent aigu، والهدف منها هي إغلاق المد في الحرف، وهذا يظهر من طريقة نطق E وتصبح A. نلاحظ أن المد مغلق شيئا ما، أو أن الحركة مغلقة شيئا ما A. أما في حرف E الثاني أو الحركة الثانية فدورها هو فتح المد شيئا ما، أو جعل نطق الحركة مفتوح شيئا ما lève. وهذا هو الفرق ببساطة. l'accent aigu تستعمل لجعل نطق الحركة مغلق شيئا ما، l'accent grave تستعمل لجعل نطق الحركة مفتوح شيئا ما، وهذا كما قلت منذ قليل يظهر في كلمة élève accent aigu lève accent grave. ويمكن أن نتذكر اسم الأكسون فقط من خلال النطق. accent aigu غير ممدودة، accent grave ممدودة، accent aigu غير ممدودة، accent grave ممدودة. الآن مع الأمثلة. La fée a aidé la petite fille à retrouver son chat. La fée، لاحظوا هنا أنني نطقتها la fée ليس la fée. إذن accent aigu. A aidé la petite fille à retrouver son chat. ساعدت الجنية الفتاة الصغيرة في العثور على قطتها. Le chevalier a sorti son épée pour combattre le dragon. Le chevalier a sorti son épée pour combattre le dragon. لاحظوا هنا أيضا أنني نطقت épée بطريقة مغلقة شيئا ما، لم أنطقها épée.
Les enfants vont à l'école tous les jours. Les enfants vont à l'école tous les jours. الأطفال يذهبون إلى المدرسة كل يوم. لاحظوا هنا أيضا أنني نطقت école مغلقة شيئا ما ولم أنطقها école. école école. في هذه الجمل استعملنا كلمات تحتوي على accent aigu. الآن مع أمثلة لجمل تحتوي على كلمات بها accent grave. Ma mère prépare toujours un délicieux dîner. Ma mère prépare toujours un délicieux dîner. أمي تحضر دائما عشاء لذيذا. لاحظوا أن في هذه الجمل الأولى نطقت مير مفتوحة شيئا ما مير ولم أنطقها مير. مثال الثاني La chèvre mange de l'herbe dans le champ. La chèvre mange de l'herbe dans le champ. الماعز تأكل العشب في الحقل. Le chat se cache derrière le canapé. Le chat se cache derrière le canapé. لاحظوا أن derrière الحركة مفتوحة شيئا ما مفتوحة عكس canapé التي هي مغلقة شيئا ما. القط يختبئ وراء الأريكة. الآن مع تمارين تطبيقية. حاولوا معرفة نوع الأكسون التي سوف نضعها في الكلمات التالية. Mon frère joue un match de football. Mon frère joue un match de football. صحيح. Accent grave. Mon frère joue un match de football. هنا الحركة مفتوحة شيئا ما. Frère. Frère. Son bébé a 2 mois. Son bébé a 2 mois. أحسنتم. bébé avec accent aigu لأن الحرف غير ممدود أو طريقة نطق الحرف مغلقة شيئا ما. B. B. Le président est élu pour 5 ans. Le président est élu pour 5 ans. Le président avec accent aigu est élu, encore une fois avec l'accent aigu, pour 5 ans. لأن في الكلمتين نطق الحرف مغلق شيئا ما أو طريقة نطق الحرف مغلقة شيئا ما. الحرف غير ممدود. Samir aime manger les légumes. Samir aime manger les légumes. Bravo. Les légumes avec accent aigu. Légumes. Légumes. وليس légumes. légumes. إذا كان هذا درس اليوم. أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح. إذا كان لديكم أي سؤال فاكتبوه في التعليق، وإلا فكلمة الشكر تكفي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. نلتقي في فيديو آخر. Et à la prochaine.